اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك النايتي. هنعمله باسهل طريقه واحلى طعم. طبعا مش هخليكي تشتري من بره تاني. هنعمله ببيضه واحده وكوبايتين دقيق، هنعمل احلى واطعم كيك نايتي. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الكيك القمر بتاعنا ده ازاي. مبدئيا كده هنجهز الصاج او الصينيه اللي هنعمل فيها. انا معايا كده صاج مقاس 20 في 30 او صينيه مقاس 20 في 30. هدهنه كده دهنه من الزيت، وهنزل كده بقى بورق من الابيض او الورق الزبده، وهدهنه برضو دهنه من الزيت بالشكل ده. هركنه بقى على جنب عبال ما نعمل المقادير بتاعه الكيك. معايا بوله حطيت فيها بضايه دي بدرجه حراره الغرفه، وهنقلبهم كده بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي المتاح عندك. هنقلب كده البيضايه كده نضربها كده بالمضرب لحد كده ما لونها يفتح معانا بالشكل ده. هنزل بقى بكوبايه من السكر، وحوالي معلقه صغيره من الفانيليا استايله او باكوين من الفانيليا البودر. هنقلبهم كده مع بعض كده لحد ما القوام يفتح معانا، ويبقى معانا الخليط معانا كريمي بالشكل ده. هتضربيها كده لمده حوالي 5 دقايق. هنزل كده بنص كوبايه من الزيت. طبعا ده نص كوبايه من الزيت. اهم حاجه يكون الزيت اللي هتستخدميه يكون من النوع النضيف اللي هو ملهوش ريحه. ذره كده من الملح، وعليهم كوبايه من لبن الرايب او لبن الحليب المتاح عندك. كله طبعا ده بدرجه حراره الغرفه. عليهم كده كوبايتين من الدقيق او الطحين متعدد الاغراض. اهم حاجه يكون منخول. طبعا احنا عيننا الدقيق بنفس الكوبايه اللي احنا عيننا بيها باقي المقادير. هنقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. تقليبه بس كده في اتجاه واحد، ما نقلبش بقى فيها كتير بعد ما نحط البيكنج باودر. يعني بس لحد بس ما تضيعي البيكنج باودر في قلب العجينة. تقليبه في اتجاه واحد، وبعد كده هروح واخدة حوالي 4 معالق من الخليط اللي احنا عملناه. 4 معالق كبار بالشكل ده. هركنه بس كده على جنب، وبعد كده هنزل بالخليط اللي احنا عملناه في قلب الصاج. هنوزعه كده في قلب الصاج كله. خبطتين بس كده على الرخامة. انا كده معايا حوالي معلقة صغيرة من الكاكاو الخام. اهم حاجة يكون الكاكاو اللي انت هتستخدميه يكون من النوع الكويس، لان طبعا هيفرق معاكي جامد في الطعم. هنقلبهم كده مع ال4 معالق الخليط اللي احنا نقصناه، وده اللي هنزين بيه وش الكيك بتاعنا. معايا كده كيس بلاستيك من بتاع التلاجة او الكيس الحلواني المتاح عندك، وهفضي في قلب الكيس بالشكل ده. وبعد كده هفتحه كده فتحة صغيرة كده من الجنب بالشكل ده، وهنبدأ بقى نزين الكيك بتاعنا. هنزينه كده بالطول بالشكل ده، وبعد كده بعود خشبي كده، وهنبدأ نعمله نزينه كده تعاليجة بالشكل ده خلف خلاف. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. بس اهم حاجة يكون مشغلة الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق او 10 دقايق كده، بس ما تدخلش على درجة نار عالية عشان ما تهبطش منك. هتقعد كده حوالي ما بين تلت ساعة نص ساعة. كده خلاص طلعت معانا. هنبدأ بقى نقلبها كده على صينية تانية او صاج تاني، وهنشيل كده الورقة اللي هي ورقة الزبدة دي هنشيلها، وهنقسم الكيك كده نصين. اهم حاجة يكون المقاس الاتنين قد بعض. بالنظر كده هنقسمه نصين، وفي منهم نص كده هندهنه
بمربى مشمش او مربى فراولة او اي حشوة انت حباها. ممكن كريمة، طبعا اي حاجة مسكرة انت حابة تحشي بيها. دي طبعا مربى المشمش دي انا عملتها معاكم على القناة. وهاخد كده النص التاني وهقفل عليه بالشكل ده، وهنبدأ بقى ايه نقطعها برضو قطع متساوية. ما شاء الله تحفة، في منتهى الجمال، ما خدتش معانا وقت خالص في التحضير، وببيضة واحدة عملنا ما شاء الله كمية نايتي حلوة. طبعا انت مش هتشتريه تاني من بره، انت هتعمليه في البيت بأسهل طريقة. ما شاء الله معانا الكيك هش وطري بالشكل ده، وفعلا طعم كيك النايتي بتاع زمان. اعمليه بايدك القمر وهتاكلي احلى واطعم كيك نايتي. ما شاء الله تحفة. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.